السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عملت الجلاش الحلو بطريقه سهله وبسيطه خالص. عملته النهارده بالحليب يا جماعه، طريقه جديده وطريقه كمان تحفه. بتجيبيها من عند الحلواني بتبقى غاليه، انت بتعمليها في البيت بكل سهوله، وطعمها والله يا جماعه طعمها كده تحسي اللي هو طعم كده زي طعم ام علي، او حاجه حلوه كده، يعني لها طعم جميل قوي، غنيه كده. هتعجبك ان شاء الله، والله طريقتها سهلة خالص وهتعجبك ان شاء الله. وهتعجب اولادك ان شاء الله، وهتعتمدها على طول من جمالها. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجة انا معايا لفة من الجلاش، جبتها كده وبدأت اسيبها لحد ما فكت خالص تماما. سبتها لحد ما فكت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ اغطيها بقى عشان ما تنشفش مني بفوطة. وهجيب صينية بقى، اي نوع صينية عندك، لو مدورة عادي برضو. جبت بقى صينية، نزلت حوالي عن معلقة ونص من السمنة السايحة كده، دهنت الصينية من كل الاتجاهات. بدأت احط بقى ورقة بورقة كده، افردها حلو عشان اورقها كده بالسمنة. معايا سمنة يا جماعة، دي سمنة بلدي، لو عندك اي نوع سمنة برضو عادي. سيحتها كده وبدأت اللي انا اورق ورقة بورقة كده، عشان خاطر تبقى مورق معانا الجلاش كده وطعمه حلو. ما يبقاش كده اللي احنا في ناس بتحطه كده على بعضه، بس بيبقى معجن كده، يعني تحس اللي هو ماسك في بعضه. لكن كل ما تحطي بقى السمنة بتخليه مورق وحلو. بدأت بقى اللي انا احط كده كل نص الكمية بتاعت الجلاش كده في الارضية، في قاع يعني الصينية. بتشوفي عدد الجلاش قد ايه، بتقسميه نصين، بتاخدي نص جزء تحت وجزء فوق. خدت كده وسويت من كل الاطراف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللي لقيت طرف كده يعني مش بتنيه كده، وبسويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبدهن بقى كل الورقة كده. كده خلصت الجزء التحتاني. جبت بقى معايا فول سوداني وزبيب وجوز هند. قلبتهم كده على بعض، وبدأت اللي انا احط الحشوة بتاعتي كده. عايزة تحشي اي بقى مكسرات تانية بتحبيها، حطي اللي انت عايزاه براحتك انت. حطيت كده بقى الحشوة بتاعتي، وبدأت اجيب الجزء بقى التاني، افرده كده ورقة ورقة برضو مع التوريقة كده بتاع السمنة. وابدأ اساوي برضو الاطراف دي، هتنيها كده وبرضو ادهنها بالسمنة. كده خلصت كل الكمية، ما عادش باينه الا ورقة، خلاص هنحطها اخر ورقة. وبدهن كده برضو، واحاول ان انا اساوي كده الاطراف. هبدأ بقى انزل الحروف دي كلها كده بالكزلك او بالسكينة، على اساس ان انا اساويها كده من كل الاتجاهات كده، ما تكونش حاجة كده واقفة كده. بنزلها كده بالكزلك بتاعي كده، بالحرف بتاع الكزلك، عشان تبقى وش الصينية كده شكلها حلو متساوية. كده سويتها كلها من كل الاطراف. هبدأ بقى اللي انا اقطعها.
بتقطعي بقى التقطيع اللي انت عاوزاه براحتك انت بقى. انا قطعتها الى مربعات صغيرة بالشكل ده. بتحاولي تقطعيها حلو عشان خاطر ما تبقاش متماسكة كده. بعد كده لما بتستوي قطعت كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بكون مجهزة بقى الفرن على درجة حرارة 180. بيكون مسبق التسخين. على طول بندخل الصينية بتاعتنا، بتاخد بقى من حوالي عن 20-30 دقيقة كده. بتطلع بقى باللون الذهبي الجميل. بعد كده بكون مجهزة بقى وهي في الفرن الحليب بتاعي. 3 كوبايات ونص من الحليب على كوباية سكر. بنزل بقى كده ورشة من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا. وبدوب بقى السكر حلو في الحليب ده بدل الشربات يا جماعة. احنا بدل ما بنحط شربات هنحط الحليب. بنضيف له السكر بتاعه ويدوبك كوباية السكر كفاية قوي. بتبقى تحلية يعني بتبقى مظبوطة يعني معاكي. كوباية بتعيريها بكوباية الحليب اللي انت بتعيري بيها. بتعيري بها السكر وتبدأي بقى تقلبي كده لحد ما السكر يدوب تماما. اول ما بتطلع من الفرن وهي سخنة على طول بننزل بيها. بيكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش ساقع قوي ولا سخنة قوي. اول ما طلعت معايا بالشكل ده هبدأ بقى اسقيها كده شوية بشوية لحد ما تشرب كل الكمية. بتسقيها شوية بشوية كده. وبدأت بقى اللي انا اغطيها برضو واسيبها شوية لحد ما تشرب الحليب كلته. تشرب الكمية بتاعتها اللي هي خدتها كلها بالشكل ده. هغطي عليها بقى واسيبها حوالي عن ربع ساعة كده لحد ما تشرب تماما. بعد كده بقى بتقدميها بقى بألف هنا وشفا بطعم جميل وحاجة كده لها طعم كده غنية كده في الطعم يا جماعة. والله ما اقولكمش على طعمها بقى. جربوها واكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي. ما شاء الله تحفة يا جماعة والله. وهتعجب اولادك ان شاء الله وهتعتمدها من جمالها. كل ما تعوزي حاجة حلوة هتقومي تعمليها على طول، مش هتاخد منك دقايق. تحفة يا جماعة والله تحفة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير